سلام. الفيلم ديالنا غيبدا مع وحده كتجري في الشارع سميتها أليشيا ويس. شويه غتوقف عليها طوموبيله ديال البوليس، غيوقفوها ويفتشوها، غيتعاملوا معاها بعنصريه بسبب لونها. غيسولها البوليسي اشنو كديري في الحي ديالنا، غتقول لهم باللي حتى هي ساكنه هنايا. ما غيتسوقوش لهضرتها حتى غيعرفوا باللي حتى هي بوليسيه، فغيعتذروا لها وغيقولوا لها باللي المواصفات ديالك متشابهه مع مواصفات ديال واحد المجرم كيقلبوا عليه. فغيزيد يستفزها ويقول لها باينه فيك كتعرفيه. أليشيا غتقول ليه كنعرفو. من بعد أليشيا غتمشي للمقبره تزور الام ديالها اللي متوفيه. من بعد غتمشي للخدمه ديالها وغتلاقى مع صديقها كيف. غيخرجوا في دوريه في واحد الاحياء شبه مهجوره. غتقول ليه أليشيا واش مازال الناس كيسكنوا في بحال هاد البلايص. غيقول ليها كيف غير العصابات والمجرمين اللي ولاو ساكنين هنا، حتى من البوليس ما بقاوش كيدخلوا لهاد الاحياء الا كانت شي حاجه خطيره. وصلوا لواحد سوبر ماركت، غيدخل كيف باش ياخذ القهوه ديالو. أليشيا بقات في الطوموبيل. شويه غيبان ليها واحد الوليد جالس على برا سميتو جمال. غتخرج من الطوموبيل تهضر معاه. غتجي ماماه اللي سميتها ميسي مرات زعيم العصابه، بقات كتغوت عليه حيت كيهضر مع البوليس، وقالت ليه يطلع للطوموبيل. قالت ليها أليشيا راه ما دار والو. ميسي ردت عليها باللي انت ماشي شغلك وبلي هضرت مع ولدها ماشي معاها هي، وما تعاودش تجي لهاد البلاصه الا كتخاف على راسها. ومشات. غتدخل أليشيا للسوبر ماركت وغتقول لماوس باللي هي كانت صديقة بنت عمو ميسي. غيجاوبها باللي عارف شكون هي. قالت ليه أليشيا مال ميسي تعاملت معايا بخشونة. قال ليها ماوس انا ما عارف والو، خاصك انتي تسوليها. من بعد أليشيا وكيف رجعوا لقسم الشرطه. كيف كان كيبدل في حوايجو حيت كان عنده موعد مع مراته، ولكن غيجي عنده ضابط اخر يقول ليه غتزيد في المناوبه ديالك. قال ليه كيف غيشوف شي حد اخر، راه عندي موعد اليوم. غتنقز أليشيا غتقول ليه انا نمشي بلاصتو. غتمشي لعند الضابط اللي سميتو دينكن براون. قالت ليه باللي هي اللي غتكون في بلاصه كيف، وبلي كانت في الجيش، وهذه اول مناوبه ليها. غتجيهم اول حاله شغب وغيمشيو ليها. غتدخل أليشيا تفك ديك الجوقه، وغادي يكون جاي من موراها واحد الشخص باش يضربها، وغادي يشدو براون ويبغي يقتلو. أليشيا غادي تدخل وتقول ليه بلا ما يقتلو خدم منو براون المسدس. قال ليها باللي كان باغي يقتلها. من بعد غادي يمشيو لواحد المطعم وغادي تعتذر أليشيا لبراون. براون غادي يجي اتصال وغيمشيو باللي غيوصلوا لواحد البلاصه. أليشيا غادي تبغي تنزل. براون غادي يمنحها. غتقول ليه علاش. غيقول ليها براون حيت انا امرتك بهذا الشيء فغادي تنفذي الاوامر. غتبقى أليشيا جالسه شويه، غتخرج من الطوموبيل وغتنسى تليفونها. شويه غتسمع طلقات الرصاص، فغتدخل البلاصه اللي دخل فيها براون. غتبقى غاده بشويه حتى كيبان ليها براون واقف مع شي رجال خدامين معاه في البوليس، وفي نفس الوقت خدامين مع العصابه، وزوج رجال طايحين في الارض وضربوا الثالث. ملي شافوا أليشيا غيطلقوا عليها الرصاص، والبلاصه اللي كانت واقفه فيها غطيح بها الارض. صيفطوا واحد فيهم باش يجيب الكاميرا اللي كانت معلقه أليشيا في ستره النجاه. ملي نزل ما لقاش أليشيا حيت كانت مازال حيه كتحاول تهرب منهم، وطلبت مساعده من لاسلكي، ولكن غيجاوبها ما. قال ليها تختار يا تكوني منا يا معاهم. غتبقى أليشيا هاربه منهم وهما تابعينها. غتدق على الناس في ديورهم باش يعاونوها، لكن حتى واحد ما غيتسوق ليها. غتبان ليها واحد الطوموبيل ديال البوليس، غتطلب منهم يساعدوها. غتوقف ليها الطوموبيل ديال البوليس وغينزل منها واحد البوليسي. يلا غيجبد لاسلكي باش يبلغهم. غتقول ليه أليشيا ما يبلغهمش باش العصابه ما يعرفوش فين كاينه حيت غيقتلوها. الوقيته اللي كتهضر فيها كتسمع من لاسلكي البوليسي اللي كان جالس في الطوموبيل كيقول للعصابه باللي لقاو أليشيا، فغتهرب منهم تاني. مشات لعند ماو، طلبت منه المساعده، طلبت منه باش تخيط الجرح ديالها والتليفون. اتصلت بصديقها كيف. فعلا جا عندها كيف،
طلعت للطوموبيل كتعاود ليه على اللي وقع معها، كيف غيزلق في الهضره وقال سميت مالون وسميتي اللي هما من البوليس الفاسدين، حيت اليشيا ما جبداتش ليه كاع سماواتهم نهائيا. هنا غتعرفوا اليشيا باللي حتى هو معاهم، وغتهددو بالسلاح باش يقول لها علاش دوك البوليس قتلوا دوك الرجال، فغيعترف ليها باللي كيبيعوا ويشريو في المخدرات مع العصابات، وباللي مالون قتلهم باش ما يتفضحوش. ومشات تاني لعند ماوس في دارو، عاودت ليه كل شيء، قال ليها ماوس باللي راه خايف حيت واحد من دوك اللي تقتلوا سميتو زيرو، ولد خو زعيم المافيا. اليشيا طلبات منه تبقى حتى الليل وتمشي، رئيس المافيا غيمشي البلاصه اللي تقتل فيها ولد خوه، وغيتلاقى تما مع مالون، غيقول ليه باللي اليشيا اللي قتلاتو. غيجيبوا كاع المعلومات على اليشيا، ما غيلقاو عندها لا عائله لا اصدقاء باش يهددوها، وكانوا خايفين لا توصل اليشيا الكاميرا للمسؤولين وكلهم غيدخلوا للحبس. رجعوا للسوبر ماركت وشافوا كاميرات المراقبه، لقاو باللي اليشيا كانت تماك. اليشيا كانت ناعسه ملي دخل عليها الوليد الصغير اللي سميتو جمال، وجه ليها المسدس، ولكن ماوس ما خلاش، ووراه جمال صوره ديال اليشيا داير عليها رئيس المافيا مكافاه اللي قتلها. في نفس الوقت وصل عليهم مالون، قدرات اليشيا وماوس يهربوا وتلاقاو مع مجموعه ديال العصابه، وقدرات اليشيا تقتلهم وحتى ماوس عاونها. العصابه قدرت تخطف ماوس وبقاو كيعذبوا فيه باش يعترف ليهم فين كاينه اليشيا. اليشيا غتسجل فيديو كتقول فيه اللي لقى الكاميرا يعطيها المباحث الفيدراليه، وخبات الكاميرا. من بعد سلمت راسها للعصابه حتى كان غيقتلها رئيس العصابه، وقالت ليه باللي مالون هو اللي قتل ولد خوه، وباللي الكاميرا ديالها صورت كل شيء، وباللي مالون كيستغلو. وقبل ما توريهم بلاصه الكاميرا تشوف ماوس هو الاول. رئيس العصابه شاف الفيديو وتاكد باللي مالون هو اللي قتل زيرو ولد خوه. البوليس عرفوا باللي العصابه شدوا اليشيا، البوليس هجموا عليهم وقتلوا كاع رجال العصابه، ومالون قتل رئيس العصابه، وواحد من البوليس قتل براون بأمر من مالون. اليشيا وماوس هربوا. ماوس قرر هو اللي غياخد الكاميرا، لبس حوايج البوليس وركب طوموبيلتهم، وصل قسم الشرطه. اليشيا بقات كتضارب مع مالون وكانت غتقتلو، لكن منعتها الشرطه. الفيديو وصل لرئيسه الشرطه وعرفات الحقيقه، اتصلت بافراد الشرطه باش يشدوا مالون واللي معاه، وهكا غتكون اليشيا تغلبت على اكبر عصابه في ديك المنطقه.